تعرف ان الاهتمام ابسط حاجة انت ممكن تعملها، لكنها اعمق حاجة انت بتسيبها في قلب حد. كلمة صغيرة، نظرة فيها حنية، او حتى سؤال بسيط: ازيك، عملت ايه؟ وافتكر ان الاهتمام ده مش رفاهية، الاهتمام ده اساس اي علاقة ناجحة، سواء كانت اسرية او علاقة صداقة او علاقة حب او حتى علاقة شغل. طب ايه هو بقى الاهتمام الحقيقي وازاي نقدر نعيشه؟ الاهتمام افعال مش كلام. يعني مش مهم تقول ان انت مهتم طول ما انت بتعمل حاجة تدل انك مهتم فعلا. يعني ببساطة حاول تهتم بالتفاصيل، فلو حد يهمك فعلا ركز مع تفاصيله، لان وقتك ده اهم حاجة انت ممكن تقدمها. طب جربت تسمع من قلبك مش من ودنك؟ ما تتوقعش مقابل، يعني مش عشان انت افتكرت عيد ميلاد حد انت مهتم بيه تستنى ان هو يعمل معاك كده. الاهتمام بجد بيبقى بصدق، مش لاجل مقابل. سؤالك بيحسسهم بجد انك موجود، مش انك متطفل. خدها مني نصيحة: خليك موجود في الوقت بتاع المشكلة اكتر من وقت الفرح، لان ده بجد هيبين قد ايه انت مهم. اصل ساعتها الموقف ده هيحكي عنك اكتر من 1000 كلمة. والجدع ما بيقولش انا جدع. وتعلم تقول الاهتمام بطريقة الشخص اللي عايز يسمعه، ما تقولوش بطريقتك انت، لان الناس ما بتشوفش الاهتمام بنفس الطريقة زي بعض. في ناس بيفرق معاها الكلام، وفي ناس بيفرق معاها الفعل، في ناس بيفرق معاها الاتنين، في ناس ما بتباليش اصلا، مش حاطة في دماغها. فخليك ثابت، دي مش لحظة وهتخلص، لا انت لازم تكمل. وساعتها بقى انت لازم تهتم بنفسك. اصلا مش لازم تفضل تهتم بحد ويجي على حساب نفسك. وعشان كده ابقى استنى الريت بتاع توكسيك، عشان صحتك سواء النفسية او الجسدية هي اساس قدرتك انك تقدر تهتم باللي حواليك. وافتكر ان الاهتمام بيخلق ذكريات، كل مرة هتهتم بحد هتسيب معاه ذكرى كويسة، او ممكن ذكرى وحشة على حسب انت بتعمل ايه. وافتكر ان الاهتمام ده انعكاس للي جواك، فخلي اللي جواك لو طيب وجميل يبان لغيرك. وساعتها انت هتعرف احنا ليه بنتكلم ان الاهتمام بيختلف من شخص للتاني. ابراهيم وبكر لعبها كده، وانت واصلنا عايزنا نتكلم عن ايه في الجاي. وخليني اقول لك انك بكده اذا ما كنتش